واحدة اثنين هاربة خطيرة جدا. الوداد جول، الوداد جول. 2-1 للوداد الرياضي، 2-1 من كوتشينغ فاندر بروك. يسجل اللاعب سيف الدين جول. دراري السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست جديد. اليوم عندنا الحلقة اللي غادي نهضروا فيها على ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقابلة اللي تلعبت في القاهرة ما بين الأهلي المصري والوداد الرياضي. النتيجة سالة 2-1 للأهلي. النتيجة اللي خلاتنا المقابلة ماشي محسومة وغادي تخلي مباراة العودة في كازا السيمانة الجاية غاية في الإثارة، والقمة غادي تكون كبيرة. نتمنى إن شاء الله الكاس تبقى في كازا والوداد تتوج بهذه البطولة هذه. باش نهضروا على هذه المقابلة نتاع الذهاب والحيثيات ديالها، نستقبلوا معنا كالعادة السي معاذ والسي حمزة. دراري مرحبا بكم. سلام خويا مهدي، حمزة والدراري اللي كيسمعونا. السلام عليكم الدراري، مرحبا. دونك الدراري كما شفتوا الماتش كان صراحة شاعل بزاف. 2-1 كما قلنا الأهلي. مقابلة ريميك نتاع الفينال نتاع العام اللي فات. لا ديفيرونس هو العام اللي فات لعبت من ماتش واحد، دابا عندنا 2 ماتش الي روتور. هذا تيبين باللي الوداد والاهلي راهم ماشي فورمه كبيره، ولكن من الانديه اللي كتقدر تلعب مزيان في لي كومبيتيسيون افريكان وتمشي بعيد. وثاني حاجه باش ندخلوا نيت في المقابله، الاهلي لعبات انا بعدا كما توقعتها شخصيا، ضاغطه في بدايه المقابله. كانوا باغيين يماركيو باش يربكوا الوداد. وصراحه انا كنت خلعاني ديك 4 ساعات الاولى سورتو، حيت لا الضغط الجماهيري ولا الضغط اللي دارتو الاهلي. يعني يحسب للوداد انهم قدروا يبقاو واقفين لرجليهم. المطيع دار واحد وقيله 2 باغاد مزيانين. من بعد شويه بشويه دخلت الوداد في الماتش، ولكن واخا هكاك يعني السيطره صراحه مجمل الشوط الاول باستثناء بوتيتر ديك التسديده نتاع الجعدي. الشوط الاول كامل مشى للاهلي. اللي كان هذيك لوكازيون كان بالامكان ديالنا تبدل لاناليز دابا اللي غادي نديرو كاريمون. يعني لان التسجيل هذاك جايه في الاخر نتاع لا ميطون، يعني كان بالامكان ديالنا نقولوا دابا حاليا باننا كان يعني ميطون الوداد وكذا وهذا فهمتي. مي مالوغوزمون كان ممكن تكون حتى كوموغال يعني نيجاتيف للاهلي، لانهم كانوا داروا كل شيء باش يتقدموا وما تقدموش. ولكن انا صراحه اللي كنت خايف منه هو التوقيت نتاع الهدف اللي جا الاهلي. يعني الوقت بدا الطائع نتاع الشوط الاول، ولا تذكرتوا معايا راه تقريبا نفس التوقيت اللي كانت السيناريو نتاع الرجاء. وي نفس السيناريو دراجه ماركات عاوتاني فيه. يعني ما عرفتش انا واش اصلا صراحه ديما تلاحظها في الفرق المغربيه، راه تاع المنتخب تطرى على هذه القضيه هذه. يعني تيكون واحد لو غولاشمون في الدقائق الاخرى ديما، سواء الشوط الاول ولا الشوط الثاني، تيكون واحد لو غولاشمون. يعني لي جوار بحال تيخرجوا يعني من الاجواء د المقابله واش تماركا عليهم بيش. صراحه انا كنت خالعاني هذه القضيه هذه، حيت ما عرفتش كيفاش غادي تابريوندي ودير لا دوزيام ميطون. واش تخرج باش تماركي بيت، واش تبقى حيت خاف يزيدوا عليك الثاني. يعني كان هادو هما التساؤلات اللي عندي قبل ما يبدا الشوط الثاني. ما عرفتش واش عندكم شي حاجه تزيدوها على الشوط الاول؟ بالنسبه واحد الملاحظات يعني تكتيكيه على الوداد، بدات نقدروا نقولوا ب 4-4-2 بلا ولا 4-4-1-1 ياك. كان نورمالمون كان الحيمود هو اللي خاصو يدخل، دار اوبيراسيون قبل من الماتش ب2 جوغ ولا بان سول جوغ، دخل بلاصه. لا ماشي دخل بلاصه الجعدي اللي هو اصلا ميليو، حطو بلاصه حيمود علي من دونك دخل ميليو لاتيرال. وكان حسوا بهذيك لوكاز اللي ضيع ستا ميليو، يعني اللي ما تسناش منه اصلا يفيني. يعني اوكاز باينه بحال هذه كتحس بان غطوع رجلو صافي. ما عرف واش يعني حطوا في هذيك الجهه باش يعني يزمت هذاك الكولوار على داك الشحات. نورمالمون هو داك بوشيكيكا الشحات اخويا راه دار ماتش واعر صراحه. بيان سور اصلا هذاك خطر، يعني خطر كبير على اي فرقه. دونك واش كان يعني اختيار يعني من المدرب باش يحط الجعدي في كولوار، واخا هو ميليو، يحطوا ميليو لاتيرال
دروا باش يسد هذاك الكور عليه، يعني انا ما شفناش سد فهمتي. هذا هو يعني لا فوالا يعني فوالا يعني كنت نتمنى، هو سهله دابا نقولوا حاليا بان كنت نتمنى اناجم يدخل به على الاول وكذا، مي سي لا فيغيتي يعني علاش ما تدخلش ب 4-4-3 بلوتو ب 4-3-3 من الاول اصلا، وتقول لي زيليي يديروا دي فور ديفونسيف وصافي. هي الملاحظه الوحيده فهمتي. ابار سا المهم حتى ندخلوا للدوزيام ميلون. عندي واحد الملاحظه على الحارس ديال الاهلي مصطفى الشوبير. للمعلومه الحارس ديالهم راه كاملين تنعرفوه، اللي كان اساسي معاهم هاد اللي الشناوي كان اساسي معاهم زعما السيزون كامله وتضرب جو بونس السيمانه اللي فاتت ولا السيمانه اللي قبل منها. هذا الحارس هذا اللي مازال صغير، ما عرفتش عاد عمره يمكن شي كدا 20 عام، يلا اول ماتش يلعب في الشامبيونز ليغ الافريقي في حياته، وغير رابع ماتش اللي ولا ثالث ماتش هذا العام هذا اللي تيلعبوا اصلا تيتولار، يعني مازال فهمتي تيدخل اول ماتش تيلعب فينال ديال الشامبيونز ليغ، وبارابور لهاد السيتوياسيون هذا بالنسبه لي دار ماتش كبير. جبد بزاف ديال الكواري. واحد القضيه قالها الشوالي، انا ما عرفتش واش فريه تفرجت بالتعليق بالعربيه، قال لك بلي هذا راه التروازيام غارديان ديالو ماشي الثاني. اكزاكتومون، حيت الثاني حتى هو الثاني كاين وين يلا راجع من الاصابه، يعني هذا التروازيام غارديان. وبالنسبه للنيفو ديال التروازيام غارديان ولا بالنسبه للحارس زعما في اللاج هذا جو بونس 22 عام دار، انا بالنسبه لي دار ماتش زوين. وما نساوش راه هو الابن ديال الحارس الاسطوري ديال مصر شوبير تا هو، يعني راه وارث الجينات ديالو من عند باه. هذا ما كان الدراري. انا دراري واحد الملاحظه بسيطه على الشوط الاول، سورتو على السوا ديزون بيلانتي اللي تصفر وتحيد بالفار. انا اصلا ما عرفتش كي دارت تصفر على الحكم، هذيك ما بانش ليا، ولكن في الاعاده صراحه اعاده داك اللونغ اللي كانوا عاطيننا نتوكا حنايا بعدا في التلفازه ما تيبين والو، تيبين انها ما مقيوساش. ما صراحه شوف اتس نوت اباوت لونغ اخويا، كما قلت لك زعما راه واخا تشوف راه بزاف ديال لي زونغ شدوها من اللور، ولكن كما قلت لكم الدراري قبيله الكاليتي ميديوكر صراحه. السلو موشن ماشي سلو موشن، هذاك فريم باي فريم هو السلو موشن، تصويره بتصويره يمكن لك تقطعها وتاخذ كل تصويره بوحدها. هذاك الكره ما بين بوزيسيون ديال الكره وبوزيسيون اخرى كاين بزاف ديال لي فراكسيون د سكوند اللي كتخليها ماشي سلو موشن امبوسيبل تشوفها. ولا اظن انه في غرفه الفار اخي مهدي داك اللي تنشوفو في التلفازه هو اللي تيشوف في غرفه الفار. مشى بقى تيدير هكا بعينيه وقال يمكن ما قاسهاش وصافي. هو نورمالمون صراحه بديك الاعاده اللي بينوا لنا راه ما قاسهاش، هي صعيبه ولكن كما قلتي ما في اولا كي دار صوره ونيت ملي جبدنا الهضره على الحكم راه قلتها الموعد قبيله. انا الحكم بغض النظر على داكشي اللي تيصفر، انا الشخصيه ديالو جاتني صراحه ضعيفه، كانوا مغولين عليه. انا ما تنتفرجش في الكره الافريقيه بزاف، موعد عنده خبره اكثر، قال لي ان هذه حاجه عاديه في الافريق، ولكن انا شفت اللعابه من غير انهم تيغوتوا تيحتجوا ما تياخذوش زعما لي كارطون. شفت واحد اللاعب تيدفع الحكم صاحبي تيحيد ليه يديه من مد يديه بحال هكا، واللاعب تيضرب اليد ديال الحكم. جاتني غريبه صراحه نشوف هذه الحاله هذه، والمصريين عارفينهم بالضغط هذا اللي تيديروه للحكام، تيبكيو بزاف تيبكيو. وبزاف ديال الاوقات الماتش كيخسر الى الحكم ما دارش الزجر بالنسبه لهذا النوع هذا ديال التصرفات. تيبان لي الدراري ندوزو التحليل تاع الشوط الثاني اللي صراحه عجبتني. انا البدايه ديال الوداد ما توقعتهمش يدخلوا هكا سريعا في التهديد نتاع الشوط الثاني، دخلوا ضاغطين. انا ما اعتقد كانوا جوج المحاولات خطيرين، وكما قلنا شوبير راه كان في المستوى وجبد. يعني وصراحه انا في ديك اللحظه فاش ضاعت الاولى وضاعت الثانيه قلت غادي تمارك علينا البيت الثاني والله الا صراحه حسيتها، حيت لا يعقل انك في هذا المستوى نتاع فينال كوب دافريك ويجيوك محاولات اللي ماشي محاولات زعما نقولوا خطيره يعني فاس، ولكن على الاقل التعامل نتاعك انت كمهاجم في مباراه حاسمه كان خصو يكون احسن بكثير من هذا التعامل. كاين هذاك الدوزيام موكاز نتاع عيتا عطله، يعني ما عندك ما دير له يعني كره في بوطو ما فهمتي.
لا هذيك نتاع ما تسناش من مدافع يعني تكون عنده ليفيكاسيتي دوفون ولكن قبل نتاع عطيه الله راه فاش كانوا 2-0 مثلا نقول لك فاش انا تنقول لك فاش كانوا باقيين 1-0 في 10 دقائق الاولى كانوا جوج محاولات الوداد خطيرين اللي على الاقل وحده فيهم كانت تدخل، ومن بعد الموطع اللي كان داير ميطا الاولى يعني مقبوله جدا بغض النظر على البيت اللي تماركا عليه حيت يعني ماشي هو اللي فوتيف، دار خطا كبير صراحه في الشوط في البيت الثاني. ما تتفقوا معايا في هذه القضيه، مي بالنسبه لي الخطا ديال كارديان حيت مدافع غادي مع لاطاكو ما عندكش لاش تخرج انت، حيت ما خرج غطى على الكره ما قطعها ما دار والو يعني خرجها لا علاقه. وخونا الشحات عاوتاني راه هو مول باس دي في البيت الاول عاوتاني باس في البيت الثاني الشبكه خاويه كتماركا 2-0. انا صراحه فاش 2-0 بديت تنقول القضيه حماضت يعني قضيه 2-0 انايا هذا هو اسوء سيناريو كنت نتوقعه قبل الماتش، ولكن هضرنا اخي معاذ وقلت لك انايا الى يعني اكفس نتيجه نبغيها 1-0 نتمنى الوداد تماركي، ولكن على الاقل 1-0 باش تقدر ترجع. مي 2-0 كانت تتبان لي صافي الفينال مشات. ما نساوش بان هذا ماشي هو خطا ديالو الاول، راه يعني كما قلت حمزه منين بديت كنتفرج في يعني في الشامبيونز ليغ في الوداد الدوره الربع، يعني كل ماتش بفوت على حساب الفوت والغرافيتي نتاعها. مي واش كيسيون تركيز، واش كيسيون ثقه في النفس، مي خرجت سلامات بيسكو الدراري حنا جايين لها، الدراري سجلوا بيت اللي صوفا الماتش وخلانا يعني يكون عندنا امل كبير جدا، لان تيقين في الدراري ادوميسيل بالجمهور بالامبيونس بالتحكيم ان شاء الله يكون اون فافور ديالنا بيان سور كيما العاده سريق جارك كتسمع. دونك فهمتي دونك يعني كاين امل كبير وخلانا فريمون في الماتش صراحه. والمصريين راه شنو ردة الفعل المصريين بيان سور خايفين راه كنت انا تنسمع في الاوسط زعما ديال مشجعين النادي الاهلي ان الوداد زعما الوداد بحد ذاته راه بدا تيشكل لهم عقده. راه ربحناهم العام اللي فات جو بونس ربحناهم في 2017 يعني راه المدرب ديال الوداد قال ان الاهلي هي اللي جايه باش تنتقم، يعني تيقول لك اننا حنا زعما حنا ربحناهم ديجا، يعني الا ربحونا راه غادي يتعادلوا معنا ما غاديش زعما يتفوقوا علينا. هادشي كامل زعما خلى ان داك الهدف عنده واحد الواقع زعما كبير على الاهلي، واخا راهم رابحين ولكن ممتع حيت ديجا جاو الكازا وعارفين التيران كي تيكون. بغيت نقول واحد الحاجه متوتروا مورا داك البيت راه يعني تتحس بالنيفو ديال الستريس طلع عندهم ولاو بداو تيزيدوا يغولوا اكثر على الحكم، وحتى الوداد لعبوا ذكيين حيت بداو تيضيعوا الوقت باش يعني ديال افريقيا عارفين هاد الاكسبيريونس كتبان بين الدراري عندهم الاكسبيريونس في رجلهم جبران داودي فهمتيني. انا بغيت نقول واحد الحاجه الكره الافريقيه هي عندها الخصوصيه ديالها، ولكن ديك الطريقه اللي درنا بها الدفاع في الشوط الاول جاتني زعما حاجه شويه اكزاجيري انا نبقاو تندافعوا 45 دقيقه ولحسن الحظ انهم ضيعوا ضيعوا بزاف الفرص الشوط الاول. لحسن الحظ انهم ما تماركاش علينا، كان يمكننا بسهوله نخرجوا خاسرين ب3-0. يعني كان خص يكون واحد شويه ديال الكيليبر. حنا عرفنا ان التيران حتى في القاهره ما ساهلش والضغط ديال الجمهور وكذا، ولكن راه تنعرفوا ان زعما الماتشات فهاد الماتشات زعما ديال هذا النوع هذا خصك تدخلهم بالتدريج، واني انك تدافع ميطا كامله. وما عرفناش واش دخل الوداد هاجم غير حيت كان خاسر كان زعما متاخر في النتيجه وكون بقينا 0-0 واش كنا غادي نستمروا مدافعين وتنقولوا اننا زعما حبذا اننا نخرجوا ب0-0 احسن من اننا نطلعوا نهاجموا. النتيجه اليوم راها مزيانه برابور 2-0، ولكن خصنا نبدلوا شويه العقليه هذه ديال الاكتفاء الاكتفاء بالخساره ولا بالتعادل بلاص اننا نخرجوا كنهضر انا ومعاد على الماتش وقلت ليه اودي راه 0-0 راه ماشي مزيانه لينا حيت لاعبين الروتور ادوميسيل واي بيت تماركي عليك الاهلي تيعطيها اللقب اوتوماتيكمون.
وقلت ليه شتي حتى 1-0 حتى 1-0 الاهلي ما مزياناش. احسن حاجه ممكن نديروها حنا هي نماركيو بيت، حيت فاش كتماركي بيت كتوبليجيهم حتى هما خصهم يماركيو بيت عندك ادوميسيل. يعني على الاقل خصهم يخرجوا يلعبوا. ولا خدينا نفس الطريقه انك مثلا 4 ساعات الاولى غادي تتم داخل عليهم بالضغط الجماهيري وكذا وتماركي بيت، كتولي انت اللي رابح وهما اوبليجي خصهم يخرجوا. يعني لو بيوت على الاكستيريور بما ان القاعده مازال مطبقه في الافريق شي حاجه مهمه تماركيها، وراه شفنا الاهميه ديالها جوستومون في الدومي فينال فاش الوداد راه دارت 0-0 دوميسيل ومشات تعادلات 2-2 في صنداونز وتكاليفات. يعني انا صراحه ما كانش تيبان لي، يعني باش في السيناريو الشوط الاول كان تيبان لي المدرب ما ناويش يخرج الكره، يعني راه غير انا تيبان لي ترغم عليه يلعب شويه حيت تماركا البيت. وملي شفنا التغييرات اللي دار تغييرات متاخره. يعني انا خايم هذه عندنا زعما لعابه بارابور زعما راه ما لاعبينش مع بارسا ولا باير، لاعبين زعما مع الاهلي. تنظن ان المستويات متقاربه. يعني الا كنا حنا طلعنا هزمنا كنا حنا غادي نخلقوا الخطوره، ولما لا اننا حنا نماركيو. يعني خص في 4 ساعات الاولى الشوط الثاني خلقنا عده فرص صراحه. يعني كل لعبنا بهذا النهج هذا شويه من الميطال الاولى كان يمكننا زعما حتى حنا نقارعوا مصافي. خصنا في الافريق زعما نطبعوا مع هذه المساله ديال اننا واخا تمشيو سيرتو هادشي تيوقف في مصر وتونس زعما بالضبط، ما نمشيوش خايفين ملي نمشيو نلعبوا مع الترجي ولا الاهلي ولا الزمالك ونمشيو شايقين في راسنا، حيت راه بزاف الحالات تنكونوا احسن منهم ولكن على المستوى الذهني والنفسي تيكونوا سابقين. ونفس الحاجه كتوقع معاهم بيان سور ملي تيجيو يلعبوا في كازا. غادي يكون الماتش غيكون السيمانه الجايه. انا تيبان لي هاد القضيه هذه يعني السبب ديالها هو هيستوريكمون في الافريق لي ديبلاسمون كاملين كانوا صعاب، حيت كان تيكون الخواض الحكم ديما اون فافور نتاع ليكيب، الجمهور تيضغط. يعني في الجينات نتاع اللعيبه الافريقي تيتربى على انه خصو يدير، تيقول لك نمشي نجيب نتيجه ايجابيه وعاد نشوف كي ندير نتفاهم في بلادي. يعني قليل الفراقي دابا اللي شفت يعني في هاد السنوات الاخيره صراحه من زعما ما نبغسوش الحق نتاع الاهلي فرقه كبيره تعرف تلعب اتوم بوتيتر مع الوداد، حيت دابا الوداد كما قلنا ولات يعني تدير لها شي بعقده، ولكن الاهلي تعرف حتى في لي ديبلاسمون كتربح دوميسيل تربح على الاكستيريور. عندك الترجي حتى هما تيديروا هاد القضيه مزيان، وتا صن داونز في هاد السنوات الاخيره ولات يعني فرقه من الفرق الكبار اللي ولات كتعرف حتى هي تلعب. وما نساوش الوداد اللي صراحه يعني في هاد 4 سنين ولا 5 سنين الاخرى راه ديما دومي فينال وفينال وكوب. يعني راه الوداد حتى هي دخلت لهاد الكلوب نتاع الفرق الواعرين في افريقيا. تقريبا 2017 ضيعوا وقيله شي عام اللي ما تكالفوش دومي فينال من ديما دومي فينال او بلوس. عندك اخي مو شي حاجه تضيف؟ خويا كنتمنى الجماهير تكون في الموعد نتاعها ونشوفوا ماتش ان شاء الله جميل جدا بكل المقاييس، جماهيريا وفوسط التيران وكما قلت الحكام وكل شيء. زعما الشيء اللي عندي ما نقول. المهم زعما الحاجه الاكيده هو ان الجمهور غادي يكون في الموعد كما العاده، ونتمنوا اننا زعما نحققوا اللقب في كازا، حيت غادي يكون شيء مؤسف اننا نشوفوا الاهلي كتهز الكاس في الدار البيضاء صراحه. يعني هما راه عارفين هاد القضيه دي، عارفين انهم مشاو بجوج لواحد، راه تنحس بهم انهم ديجا مخلوعين. خص الثقه في النفس، وكما قلنا راه عندنا المقومات اللي تخلينا اننا نربحوا الاهلي. الدراري عندكم شي اضافه؟ باش نختموا باللي راه ربحناهم في الفينال تاع 2017 الي روتور، ربحناهم في فينال العام اللي فات ماتش 1-0 في كازا. اول فيكتوار نتاع الاهلي في النهائي ضد الوداد. دونك نتمناو الثالثه تكون ثابته ونعاودوا عاوتاني نربحوهم ونديو لهم النجمه الرابعه للوداد اللي دات هاد اللقب تولي اكثر فرقه مغربيه متوجه بالشامبيونز ليغ. المهم هو الكاس ما تخرجش من كازا ان شاء الله. دراري تيبان لي هادشي اللي كاين. شكرا على الوقت ديالكم الثمين جدا. ما تنساوش بان تلقاو لي بودكاست ديالنا في سبوتيفاي، اللين غتلقاوه في الديسكريبسيون، ونتلاقاو في البودكاست الجاي ان شاء الله.